السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتعرفوا حاليا فتيان المنتخب المغربي عندهم معسكر في تركيا تحت قيادة نبيل باها استعدادا لكأس افريقيا لأقل من 17 سنة واللي غادي تكون منظمة في المغرب. وفي هذا الفيديو غادي نتعرفوا على لائحة فتيان المنتخب المغربي اللي كاينين حاليا في تركيا. ولكن قبل ما خليكم مع الفيديو ما تنسوش دوزوا الصفحة ديالنا على الانستغرام اللي كنحطوا فيها جديد واخر اخبار المواهب المغربية داخل وخارج الوطن. كما العادة بدون مقدمات ونبداو بحراسة المرمى. مستدعي شعيب بالعروش حارس مرمى أكاديمية محمد السادس، وسفيان الإدريسي كذلك حارس مرمى أكاديمية محمد السادس. ودابا ندوزو الخط الدفاع ونبداو بقلوب الدفاع. مستدعي بلال سقراط مدافع نادي نهضة بركان، ودريس أيت شيخ مدافع أكاديمية تشيبو، وأنس شاروخ مدافع أكاديمية محمد السادس. أما بالنسبة للأظهرة مستدعي منصف ذكري ظهير نادي ميرشين البلجيكي، وآدم ليتلات ظهير نادي ويست بروميتش الإنجليزي، وحمزة بوهادي ظهير نادي الفتح الرباطي، وإلياس الحداوي ظهير أكاديمية محمد السادس. بعد ما كملنا خط الدفاع ندوزو الخط وسط الميدان. مستدعي حيزم بونيلو لاعب نادي إيلتشي الإسباني، وآدم باعبيت لاعب نادي فياريال الإسباني، وحسام البناني لاعب المغرب الفاسي، ومحمد منصف لاعب نادي الوداد الرياضي. أما بالنسبة لخط الهجوم مستدعي أمين أمقار لاعب نادي ماسترليتش الهولندي، وعلي الفيلالي لاعب نادي مالاغا الإسباني، ومحمد الشناه لاعب نادي أورينز الفرنسي، وإسماعيل الزياني لاعب نادي برشلونة الإسباني، واللي كتعتبر أحد أفضل المواهب في هذه اللائحة. إخوان ما تنسوش ديروا لايك الفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد المواهب المغربية داخل وخارج الوطن. دمتم في خير الله ونتلاقاو إن شاء الله فيديو جديد.